اهلا بيكم في حلقه جديده من مونديال الانديه مع جيمي. النهارده هنتكلم عن المجموعه الاولى والثانيه. اول ماتش كان بورتو والاهلي، احلى ماتش في البطوله لغايه دلوقتي بصراحه. الاهلي كان ضاغط، بدا الماتش ضاغط في اول 10 دقائق، بعد كده بورتو مسك الكوره. الجون الاول للاهلي عن طريق اسامه ابو علي بشماله. الجون التعادل بعد 4 5 دقائق لمورا لبورتو. بعد كده الجون الثاني ضربه جزاء لاسامه ابو علي، جزاء رقم 11 مسجله في البطوله. وبعد كده هدف التعادل لبورتو عن طريق ويليام، شوطه من بره 18. وبعد كده هدف الثالث للاهلي عن طريق وسام براسه، ودوت تاني هاتريك في البطوله. وبعد كده هدف التعادل لبورتو عن طريق سامو. وبعد كده محمد علي بن رمضان جاب الهدف الرابع، شوطه من بره 18. بعد كده الاهلي فضل يضيع اهداف كتير جدا، ضيع 4 5 انفرادات وضيع عليه فوز تاريخي. بعد كده بورتو عاقب الاهلي على الانفرادات اللي ضيعها وجاب الهدف الرابع عن طريق بيبي. نجم الماتش كان اسامه ابو علي بعد تسجيله هاتريك باليمين والشمال وبراسه، ودوت كان رابع تعادل ايجابي في البطوله. الماتش الثاني كان ما بين بالميراس وانتر ميامي وخلص 2-2. انتر ميامي جاب الجول الاول هجمه مرتده من نص الملعب عن طريق اليندي. الهدف الثاني لانتر ميامي لويس سواريز. كده الماتش ما خلص. بالميراس في الشوط الثاني جاب الجول الاول عن طريق باولينيو والجول الثاني عن طريق ماوريسيو. نجم المباراه كان لويس سواريز، ودوت كان خامس تعادل ايجابي في البطوله. ترتيب المجموعه: بالميراس الاول 5 نقط، انتر ميامي الثاني 5 نقط، بورتو الثالث نقطتين، والاهلي الرابع بنقطتين. المجموعه الثانيه كانت ما بين اول ماتش اتلتيكو وبوتافوجو وخلص 1-0. الشوط الاول اتلتيكو كان بيحاول يجيب ضربه جزاء يعني بكل ما يملك، وفي الاخر ما عرفش يجيب ضربه جزاء. في الشوط الثاني اتلتيكو فضل يحاول لغايه ما جاب الجول الوحيد لجريزمان في اخر 10 دقائق. نجم الماتش كان جريزمان. بين باريس سان جيرمان وسياتل، الماتش خلص 2-0. الماتش كان سهل على باريس سان جيرمان بصراحه. الجول الاول سجله كفاراتسخيليا بعد تسديده من فيتينيا من بره 18 وخبطت في الكفاره ودخل الجول. الجول الثاني سجله حكيمي بعد ما باركولا عطاله الكوره بالعرض وجابها جول. نجم الماتش كان حكيمي. مجموعه باريس سان جيرمان الاول 6 نقط، وتافوجو الثاني 6 نقط، واتلتيكو الثالث 6 نقط. ودي اكبر مفاجاه في البطوله لغايه دلوقتي، اتلتيكو تلعب بفرق الاهداف. بعد كده الرابع سياتل. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. لايك وشير وسبسكرايب، وفعل زر الجرس عشان تظهر لكم الحلقات اول ما بننزلها. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.